قالوا لي كافيه جديد بيفتح في التجمع، قلت اروح اصور على طول. بس انا رحت لقيت الدنيا مقلوبه هناك وزحمه جدا. قررت اروح تاني يوم الصبح بدري كده، والمكان هادي ورايق. المكان اسمه برو باز. انا شفت فيديو البنتين هم الاونرز للمكان، وده شجعني جدا جدا اني انزل واجرب الكافيه. جربت من عندهم فلات وايت وتركي كرواسو وشوكليت فادج. نبدا كالعاده بالفلات وايت، حبيب قلبي. القهوه دي فعلا حلوه جدا جدا. أنا مبسوط إن في حد بيبدأ كافيه جديد وبيهتم بنوع القهوة اللي بيستخدمها، زي كده ما بنهتم بالديكور والماتشا والكلام الجديد ده. ندخل بقى على التركي كروسو. أنا بصراحة ما عجبنيش لبعض الأسباب. أولًا ما أقدرش أنكر إن الكرواسون كان حلو، بس التركي اللي جواه لمّا اتسخّن نشف شوية وما كانش أظرف حاجة. أخيرًا بقى الشوكليت فادج دي كانت عظيمة. لو أنت زي حالاتي كده بتحب الشوكولاتة التقيلة، فأنت هتنبسط جدًا، جدًا. ده غير إنها مع القهوة كانت عاملة mix رهيب بصراحة. عامةً دي الأسعار في المكان لو حابب تروح. في المجمل المكان ديكوراته حلوة، كلّها قهوة، من الألوان كده والvibes هتحس إن أنت قاعد جوّه حباية قهوة كبيرة. أنا فعلًا انبسطت هناك جدًا، وأكيد هاروح كتير الفترة الجاية.